صباح الخير. انا دلوقتي في الكرنك، اكتر مكان ببقى واقف فيه. انا فعلا من كتر ما انا حاسس بمشاعر غريبه مش عارف اروح فين، على قد ما انا دارس فيه كتير. ما اقدرش اقول اعرف كل حاجه، لانه صعب حد يعرف يقول على نفسه انه عارف كل حاجه، بالذات في المهنه دي، لان حتى كل حاجه درسناها ممكن تتغير في اي لحظه. anyway، من النقط المهمه جدا اللي بحب اوقف الناس عندها وانا بشتغل النقطه دي. ده المخطط بتاع المكان اللي انا فيه دلوقتي، اللي هو ستايل هول، او بيسموه بالعربي فناء الاساطين او فناء الاعمده. النقطه دي اللي بحب دايما اوقف الناس عندها، اللي هو المدخل بتاع ستايل هول، او بيسموه بالعربي فناء الاساطين. ده علشان احنا عندنا هنا 134 عمود، الاعمده كلها متقسمه على 3 اجزاء، على او 3 ممرات. الممر اللي في النص او الايل اللي في النص ده اعلى من الاثنين ايل اللي على اليمين وعلى الشمال. يعني ايل المقصود بيه ممر، او بهو. يعني الممر اللي في النص اللي هو ده اعلى من الممرين اللي هم دول على اليمين وعلى الشمال. لما يكون ممر في النص اعلى من الممرين اليمين على الشمال، ده بنسميه التخطيط البازيليكي، اللي بينسب بالخطا للعماره الرومانيه، اللي هو اكبر دليل عندي اللي هو ده. انا عندي المبنى دوت اللي هو ستايل هول معمول بالطريقه دي، الممر اللي في النص اهو اعلى من الممرين على الجناب. اخر حاجه الفرنساويين اخذوا الديزاين ده اللي هو معمول بالرمادي، اللي بيمثل الهيبو ستايل هول هنا او فناء الاساطين، اخذوه علشان يعملوا بيه كنيسه نوتردام في باريس. يعني الفرنساويين اخذوا ده عملوا بيه كنيسه نوتردام في باريس. ولاحظ الحكايه ديت، واحد فرنساوي سنه 1979. احنا مش بس الحاجات اللي المفروض تتاخد مننا، حتى افكار تتاخد مننا تتنسب لحد غيرنا.